أهلا وسهلا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وسعادة وسلام دايما. الحلقة بتاعت النهاردة جميلة قوي وعاملها كادو مني لأي حد في علاقة عاطفية، ونيتي لأي حد يسمعها إنها تكون سبب في إن هو يغير من علاقته للأحسن إن شاء الله. هنتكلم في الحلقة عن ازاي ننقذ العلاقة العاطفية من الفشل. لو حاسة ان العلاقة بدأت تنهار وتفشل وتنتهي، ازاي تصلحي ده؟ وازاي ترجعي الحب اللي كان موجود بينكو في اول العلاقة تاني في العلاقة؟ وازاي تخلي العلاقة علاقة ناجحة؟ ولكن خليني أقولك الأول على نصايح كده مهمة قوي لازم تعرفيها قبل ما تبدأوا النقاش مع بعض. أول حاجة لازم تختاري الوقت المناسب اللي تتكلمي فيه مع شريك حياتك. يكون وقت فاضي كده، ما يكونش وراكوا حاجة فيه، بحيث ان مفيش حاجة تقطع كلامكوا تخليكوا تنهوا الحديث فجأة من غير ما تقولوا اللي انتوا عايزينه. تاني حاجة انه لازم يكون في خصوصية بينكوا انتوا الاتنين بس. يعني بما انكوا اشخاص اخترتوا انكوا تدخلوا علاقة، يعني اكيد انتوا ناس كبيرة عاقلة، فلازم تتحملوا مسؤولية انكوا تحلوا مشاكلكوا بنفسكوا من غير ما تدخلوا اهلكوا مثلا او صحابكم. تالت حاجة انكوا تتناقشوا بهدوء وباحترام. اما لو هتتناقشوا بزعيق وبخناق فللأسف وقتها مش هيبقى في امل في اصلاح العلاقة. بجد مفيش احلى من التعامل بهدوء وباحترام كده، وقتها كل حاجة هتتصلح والحياة هتبقى جميلة بجد. واخر حاجة انكوا تسمعوا بعض. الفكرة مش انكوا تتكلموا وخلاص، الفكرة انكوا تسمعوا بعض، وده هيبان قوي أثناء الكلام. هل بتتجاوبوا مع بعض وفي حديث مشترك كده بينكوا، ولا في طرف بيتكلم والتاني بيسمع من هنا ويطلع من الودن التانية ومش مهتم أصلا؟ نبدأ بقى في إزاي ننقذ العلاقة العاطفية من الفشل. أول خطوة عشان العلاقة المنهارة تتغير وتتصلح، لازم إنكوا انتوا الاتنين تكونوا متمسكين بالعلاقة، وفي نفس الوقت تكونوا معترفين إن العلاقة بدأت تمشي في اتجاه غلط وإنكوا حابين تحسنوها. وأهم حاجة إنكوا عندكوا استعداد للتغيير عشان تنقذوا العلاقة. أما لو انتي الطرف الوحيد اللي بيحاول يمشي العلاقة بشكل صحي، فهنا أحب أقولك إنه صعب جدا إن العلاقة تتغير وتتصلح، لأن لازم الطرفين يكونوا عندهم استعداد إنهم يبذلوا جهد ويكون عندهم صبر عشان العلاقة تتصلح وتبقى صحية. تاني خطوة عشان تصلحوا العلاقة انكوا تقعدوا كده مع بعض انتوا الاتنين وتشوفوا ايه الحاجات الغلط اللي حصلت في العلاقة قبل كده. لازم تعرفوا المشكلة جت منين، بدأت امتى المشكلة، ايه سبب المشكلة، ومين اللي كان غلطان، وازاي تصلحوا الغلط ده لو هو قابل للتصحيح. ولو حاجة غير قابلة انكوا تصلحوها هتعملوا ايه عشان ما تكرروهاش تاني. وكلامي ده مش معناه انكوا كل شوية كده تقعدوا تفتحوا في القديم، لا خالص، هي مرة واحدة بس تظبطوا فيها كل حاجة وتشتغلوا عليها سوا، وبعد كده خلاص تقفلوا على القديم. لان ما ينفعش ابدا انه نرمي كل حاجة ورا ظهرنا كده من غير ما نصلحها. لازم نصلح الغلط، عشان لو ما تصلحش ولو ما تكلمناش فيه وحطينا النقط على الحروف كده، هيفضل الغلط يتكرر اكتر من مرة. فنقعد مرة واحدة مع بعض نتكلم في كل حاجة قديمة حصلت عشان نبدأ حياة جديدة بشكل صحي. تالت خطوة عشان تصلحوا العلاقة انكوا تشوفوا حلول لكل المشاكل دي. ولو كان صعب انكوا تلاقوا حل يرضيكوا انتوا الاتنين، فحاولوا تلاقوا حل وسط للمشكلة يرضي الطرفين. لازم المشكلة تكون واضحة والحل بتاعها يكون واضح. مثلا في بينكم مشاكل انكوا مش بتقضوا وقت كتير مع بعض، هو مثلا دايما مشغول بشغله او باصحابه، وانتي مثلا مشغولة دايما بالبيت او بشغلك. المهم يعني انكم مش بتقضوا وقت كافي مع بعض. فالحل هنا انكم تحددوا وقت ثابت يكون ليكوا انتوا الاتنين بس تقضوه مع بعض. مش بتخرجوا مثلا، يبقى لازم تحددوا وقت ثابت برضو يكون معروف ان الوقت ده وقت الخروج. عندكم مثلا مشاكل ليها علاقة بالماديات،
فاقعدوا مع بعض كده وشوفوا الفلوس اللي بتبقى متوفرة معاكوا كام، وحاولوا توصلوا لحل وسط يرضيكوا انتوا الاتنين. مثلا هو شخص بيحب يحوش فلوسه ويحط القرش على القرش كده، وانتي مثلا شخص بتحبي تسافري كتير قوي، فممكن تتفقوا انكوا مثلا تسافروا مرة كل فترة كبيرة مثلا، وفي نفس الوقت السفرية تكون مناسبة للماديات بتاعتكوا. فكده هو هياخد جزء من الفلوس تسافروا بيها وهيحوش برضو، وفي نفس الوقت انتي برضو هتسافري، فكده الطرفين هيكونوا مرضيين. رابع حاجة عشان تصلحوا العلاقة، انه بدل ما نلوم الطرف التاني على فشل العلاقة، لازم نخلي العلاقة كده فيها شوية تفاهم، يكون في اسلوب كده للحوار. يعني لو هو مثلا متضايق او عمل حاجة، فبدل ما تعلي صوتك وتزعقي وتقولي له ما هو اصل انت دايما تعمل كده، انت اصلا سبب كل اللي احنا فيه ده، لا، ولا تزعقي ولا تعلي صوتك، تكلمي بطريقة لطيفة وخليكي هادية، وقوليله انا مقدرة انك متوتر ومتضايق، ممكن أكون فهمتك غلط، فخلينا نتكلم مع بعض ونتناقش في الموضوع كده بهدوء ونشوف حل ليه. ممكن كمان يكون هو عمل حاجة غلط تضايقك مثلا، فانتي تعندي معاه وتعملي انتي كمان حاجة تضايقه عشان تعملي معاه زي ما هو بيعمل معاكي، فتفضلوا بقى انتوا الاتنين ماشيين العلاقة بينكوا كده، انكوا تنتقموا من بعض انتوا الاتنين، تشوفوا مين بيضايق التاني اكتر وتعاندوا مع بعض، ولا كأنكوا في حرب مش في علاقة. لازم لما اي حاجة غلط تحصل لازم تشوفوا حل ليها، مش تفضلوا تلوموا بعض بشكل سلبي ولا تبرروا الغلط بغلط. لازم تتكلموا مع بعض بطريقة محترمة بدون ما يكون في سخرية أو نقد سلبي، وبطريقة تجرح الطرف الآخر. خامس خطوة عشان تصلحوا العلاقة، انكوا تسامحوا بعض على كل حاجة حصلت في الماضي. الخطوة دي مهمة قوي على فكرة، منفعش ابدا العلاقة تستمر وانتوا شايلين جواكوا حاجة سلبية لبعض. فبما انكوا فتحتوا في القديم وشفتوا حل ليه، يبقى لازم تتقبلوا كل حاجة حصلت في الماضي، ولكن في نفس الوقت لازم كل طرف يحط حدوده اللي ما ينفعش الطرف التاني يتعداها. يعني سامحتوا بعض في اللي فات، ولكن مش معنى كده ان حد فيكم يقبل ان الغلط يتكرر تاني. يعني مثلا هو خانك وانتي قررتي انك عايزة تستمري معاه، وهو وعدك انه هيتغير للأحسن وانها كانت نزوة بس ومش هتتكرر تاني. اوكي، انتي اللي اخترتي، فبما انه قرارك انك تخلي العلاقة تستمر، يبقى لازم تتقبلي اللي حصل، ولكن في نفس الوقت لازم تحطي حدودك، انك مش هتقبلي بده تاني مهما حصل، وانه لو اتكرر تاني العلاقة هتكون انتهت. سادس خطوة عشان تصلحوا العلاقة، انكم لازم تتعاملوا مع بعض بصدق وبوضوح. لازم كل طرف يحدد ويعرف الطرف التاني هو محتاج ايه من العلاقة. لازم تصارحوا بعض بكل حاجة، وما ينفعش تطنشوا حاجة ابدا، حتى التفاصيل الصغيرة لازم تصارحوا بعض بيها، عشان لو في حاجة حصلت والطرف التاني كتم جواه بدون ما يعبر عن مشاعره، هتتراكم جواه مشاعر سلبية فوق بعضها، وهتطلع في يوم من الأيام على شكل حاجة كبيرة زي قرار الانفصال مثلا، وانك خلاص مش قادرة تستحملي أكتر من كده. ما تخافوش انكم تشاركوا مع بعض حاجة جواكوا لبعض. لما طرف يكون صريح هيشجع الطرف التاني ان هو كمان يكون صريح. مفروض انه انتوا الاتنين شركاء، يعني فريق واحد مش اعداء يعني. ولما اقول لازم تكونوا صرحة مع بعض في كل حاجة، يعني قصدي كل حاجة حتى بخصوص العلاقة الحميمية، مهم جدا انكم تكونوا صرحة مع بعض في الموضوع ده. سابع خطوة عشان تصلحوا العلاقة، انكم تطوروا من علاقتكم، قربوا من بعض، اتكلموا مع بعض، شاركوا حياتكم مع بعض. لازم يكون في وقت كده مخصص ليكوا انتوا الاتنين بس عشان تسلوا بعض فيه. شاركوا بعض اهتماماتكم المختلفة مع بعض. حاولوا كده مثلا تفتكروا كل حاجة جميلة حصلت بينكوا في يوم من الأيام. افتكروا مثلا ازاي العلاقة ابتدت مع بعض، افتكروا الحاجات اللي كانت سبب في ان حبكم يكبر مع الأيام،
تفرجوا مثلا على صور قديمة ليكوا تفكركوا بأجمل أيام حياتكم مع بعض. ركزوا على الحاجات اللي بتحبوها في بعض، لازم كل طرف يركز على إيجابيات الطرف التاني. وآخر حاجة أنكم تزودوا من التقارب الجسدي بينكم، لأن التقارب الجسدي مهم جدا ومن أكتر الحاجات اللي بتقربكم من بعض وبتزود الحب في العلاقة. يعني مش مجرد أن يكون في علاقة حميمية في العلاقة، ولكن لازم يكون في تلامس بحب، لأن ده بيزود المودة بينكوا أكتر. وطبعا كلامي ده على العلاقات الزوجية فقط. لو حاولتوا تعملوا ال7 خطوات دول يبقى انتوا كده ماشيين في الطريق الصح، وده يدل على انكم انتوا الاتنين عندكم وعي ذاتي ومتحملين للمسؤولية. ولكن في نفس الوقت برضو لازم تعرفوا انه العلاقة مش هتتغير في يوم وليلة، ومحتاجة صبر ومحتاجة مجهود، محتاجة مرونة منكم انتوا الاتنين عشان العلاقة تتصلح. واخر حاجة هقولها وهأكد عليها تاني، ان التغيير ممكن وجايز لأي شخص، ولكن بشرط ان الشخص نفسه هو اللي يقرر من جوه انه فعلا عنده رغبة حقيقية في التغيير. لازم تفهمي انك مش هتقدري تغيري شريك حياتك غصب، ولا أصلا مطلوب منك انك تغيري اي حد غير نفسك. طيب لو معرفناش بقى نعمل الكلام ده والعلاقة فضلت زي ما هي وفي طريقها للانهيار، يبقى ايه؟ يبقى معنى كده ان العلاقة سامة ومؤذية، ومهما يعدي عليها من وقت مش هتتصلح ولا هتتغير. وكل المطلوب منك وقتها انك تسيبيها تنهار. أرجوكي سيب العلاقة السامة تنهار. بكده أكون خلصت حلقة النهاردة. يا رب الحلقة تكون مفيدة لأي حد بيسمعها، ويا رب العلاقات كلها تكون علاقات صحية وجميلة. وأتمنى لكم من كل قلبي الحب والتشافي والسعادة والسلام الداخلي. انتظروني إن شاء الله في حلقة جديدة ومفيدة من ياسمين بودكاست. كان معكم ياسمين السكين.